لو انت واحد من الناس اللي بتفكر تيجي في كندا وبتتفرج على فيديوهات حكم فروم كندا وشايف ان هو مخلي لك الحياه ورديه والدنيا تمام ومفيش اي مشاكل، فبتشوف على الناحيه الثانيه ناس بتتكلم على المشاكل الموجوده في كندا وازاي اصلا الناس كلها بتهرب من كندا وان احنا ما بقاش في حد فاضل في كندا خلاص غير يمكن الناس اللي هم البؤساء والمكتئبين والمرضى النفسيين. فبتيجي تقول طب يا جماعه الراجل ده حكم ده ايه او الناس دي ايه؟ فتعالى اقول لك النهارده ان انا هكلمك بشكل يمكن موضوعي اكتر، مش سلبي ولا ايجابي، بشكل موضوعي على بعض الحاجات اللي انا بشوفها بقت يعني الى حد ما صعبه الفتره الحاليه. هكلمكم النهارده على 3 حاجات اساسيين. اول حاجه هي الشغل، وتاني حاجه تربيه الولاد ومصاريف الحياه. طبعا عشان تعرف اللي بيكلمك ده مين فانت محتاج تعرف هو الباك جراوند بتاعته ازاي. فعشان احكي لك الباك جراوند بتاعتي تحتاج اتكلم كتير فمش هعيد تاني، لكن هو انا باختصار كده انا كنت راجل دكتور في الجامعه في مصر وعندي بيزنس خاص بتاعي، وقررت في 2018 ان انا اجي كندا هنا استقر مع الولاد، وجيت والامور الحمد لله مشت بشكل كويس. ما كانتش قابلتني المشاكل اللي انا هكلمكم عليها النهارده دي بتاعه موضوع الشغل وتربيه الولاد ومصاريف الحياه، لكن مؤخرا بدات تبقى موجوده عند ناس كتير من اللي بشوفهم، فبالتالي حسيت ان هو من الواجب ان انا اقول طب يا جماعه الوضع هنا عامل ازاي. لما جيت اشتغلت قدر ربنا يعني الحمد لله كنت قدمت على شغلانات كتير في خلال شهر او شهر ونص، كنت اشتغلت في شركه الحمد لله من الشركات الكبيره، فما كنتش اعرف المشاكل دي بتواجه الناس عامله ازاي. المكان اللي انا فيه دلوقتي شويه مسؤولين عن تعيين ناس ومش عارف حاجات زي كده، فبدات اشوف التعيينات او الشغل في كندا عامل ازاي. وبخليك عارف بس انا لما بكلمك على الشغل بكلمك على شغل بروفيشنال في مجالات، مثلا في مجال الهندسه، في مجال الهندسه، مجال الكونستراكشن، مجال الكونسلتنج، دي الحاجات اللي انا شغال فيها. فمش بكلمك على الشغل الكاجوال او شغل اللي هو سرفايفل جوبز والحاجات زي دي. بتكلم ان انت لو واحد مثلا مهندس او يعني شغال في مجال هندسه ومش لاقي شغل، او مثلا واحد محاسب ومش لاقي شغل وحاجات زي كده. هقول لكم ملاحظاتي واقول لكم انا شايف ممكن تتعمل ازاي، وعايز الناس تكتب لي في الكومنتس هل دي اصلا حاجه منطقيه ولا لا. الملاحظات الحاليه ان انا بقيت شايف ان انت مع كتر التقديم، حتى مع كتر التقديم للشغلانات، ان انت في ناس كتيره جدا جدا مقدمه، فالكواليفيكيشنز ما بقتش فارقه. يعني في ناس كتير من صحابي اعرفهم هنا، وده اللي مخليني زي ما بقول لكم بتكلم عن الموضوع ده، ناس اوريدي درست هنا ولما طلعت تدور على شغل ما لقيتش شغل. فالواحد على طول بيقول ان هو الدراسه هي الحاجه. طب المشكله في ايه؟ هل المشكله في الكواليفيكيشنز؟ لا، ما هو مثلا واحد شغال في مجال هندسه ما معاه بكالوريوس هنا او دارس بكالوريوس او مثلا دارس مثلا ماسترز، وبرده الشغل اللي بيشتغله ما هواش احسن حاجه. بس خلينا نميز بين حاجتين، في ناس بتشتغل شغلانات ما هياش احسن حاجه، ودي فعلا ناس كتير من الناس اللي دارسه هنا، وفي ناس مش لاقيه شغل اصلا. انا مينلي اكتر بكلمكم على الناس اللي مش لاقيه شغل. اللي لاقي شغل ايا كان ده خلاص تمام، ممكن نتكلم عليه في فيديو تاني هل الشغل مناسب ولا مش مناسب والحاجات زي دي. لكن بالنسبه للناس اللي مش لاقيه شغل زي ما بقول لك بيقدموا على شغلانات كتيره جدا وما بيجيش ردود. انا اتكلمت معاهم واتكلمت مع ناس كتير من صحابي دول، هل المشكله بسبب الريزومي؟ هل المشكله بسبب الانجليزي؟ هل المشكله بسبب ايه؟ بصراحه مش عارف. على قد ما اقدر اقول لكم ان هو المشكله بقت كبيره في كندا في موضوع البطاله. في ناس كتيره جدا جت الفتره اللي من خلال اخر 5 6 7 سنين، الفتره اللي انا جيت فيها يعني، فبقى في مشكله كبيره في الاعداد الناس، فيمكن اصحاب العمل ما فيش شغل كفايه للناس اللي هم يجيبوهم، الكومبيتيشن عاليه. ما اعرفش يعني. لو جيت قلت لكم مثلا هل الناس الجديده دي مثلا هل بتاخد فلوس اقل من الناس اللي بكلمكم عليهم اصحابي او الناس دي؟ لا، هو كندا هنا مشكله ان هو ده يجيب واحد عشان الفلوس دي اخر حاجه بيفكروا فيها. في الشغلانات برضو المحترمه اكيد في واحد يقول لي ده انا شفت بيدوا اقل سعر، انا بكلمك في الشغلانات المحترمه النظيفه لا، الفلوس ما هياش الكونسيرن خالص. فالمشكله في ايه؟ انا حاليا بدرس immigration، اوكي، ما يمكن ناس كتير ما تعرفش الكلام ده. فمن ضمن الحاجات بتاعت الاميجريشن واتكلموا مثلا على الشغل وليه اصحاب العمل مش بيشغلوا الناس، ويمكن اتكلمت عليه في فيديو او ريل بسيط قبل كده. فكره ان هو اصحاب العمل عندهم مشكله مع الناس اللي جايه من بره في حته اسمها الكالتشر بتاع الشركات، ودي انا بشوفها شويه حته خادعه شويه، يعني ديسيفنج كده للناس، اللي هو تحسسك ان انا لازم يكون عندي كالتشر. طب انا عندي كالتشر ازاي؟ انا لسه جاي البلد. عارف زي فكره انت عايزين مهندس خبره لسه متخرج، طب انا ما عنديش خبره ولسه متخرج. بس بشكل اساسي انا بشوف ان هو لما بيبقوا مش عايزين يعينوا حد بيقول لك الموضوع الكالتشر ده. لو الشركه مطلوب فيها وظيفه ومفيش حد وانت كالتشر بتاعك كالتشر في الطراوه هيعينوك. فهي الفكره بس ان هي دي بكلمك بس ان ده سبب اساسي بيتقال عليه موضوع الكالتشر.
لان الكالتشر ده بيتمثل في ايه؟ بيتمثل زي ما بقول لك، انا دي حاجات انا بشوفها يعني. بيتمثل ان انت بتبقى قاعد في الميتنجز مثلا مش بتضيف حاجه. هم هنا الناس في الميتنجز كلها واحنا قاعدين بكل واحد بيقعد يسال ومش عارف ايه، حتى لو اسئله غبيه. ما فيش هنا سؤال اسمه غبي. انا ياما سالت اسئله هبله في ميتنجز والناس بترد عليا عادي يعني. بدات ابقى كده. اول ما جيت طبعا كنت متحفظ شويه، لكن بعدين بقيت بشوف ناس كبيره في الشركات بيسالوا اي اسئله هم مش فاهمين، عايزين حد يوضح لهم، فبقيت بسال والدنيا تمام. الفكره لما انت بتبقى لسه جاي جديد بيبقى عندك مشكله ان انت اصلا تبادر تسال، فهي دي مشكلتهم بس في حته الكالتشر ان انت مش بتضيف قوي للشركه وحاجات زي دي. تاني حاجه بحسها مشكله الانجليزي في الانترفيو. انا صحابي اللي انا بتكلم معاهم الانجليزي ممكن ما هوش يعني نمبر احسن حاجه بالنسبه لهم، بس مين فينا جاي من مصر مثلا الانجليزي بتاعه احسن حاجه؟ الا بقى خريجين مدارس اللغات ومش عارف ايه وحاجات زي كده وبتاع والاي جي والبتاع ده. انا مثلا كنا عايشين في لندن شويه، فالانجليش بتاعي كان الى حد ما معقول. طبعا نسيته بس يعني اعتقد الى حد ما معقول دلوقتي في كندا يعني. فيمكن الانجليزي ده من الحاجات التانية. مرة تانية عشان ما توهكوش بس وانا بتكلم، انا الهدف انا بحلل معاكم المشاكل اللي موجودة في الثلاث حاجات دول: الشغل، تربية الولاد، ومصاريف الحياة. انا اعتقد الفيديو هيخلص على الشغل بس لان هو موضوع كبير. فمرة تانية نرجع لموضوع الشغل. الناس مش لاقية شغل كتير. الناس بتبقى متخرجة هنا من كليات، الناس بتبقى معاها كواليفيكيشنز كويسة بس مش بتلاقي شغل. الحاجات اللي انا ما اقدرش ان انا افهم الشخص ده ايه نظامه، مش هتكلم مع واحد صاحبي انا مثلا بالانجليزي اقول له اعمل معاك ريفيو بالانجليزي مثلا واشوف الانجليزي بتاعه عامل ازاي. ويمكن دي حاجه انا محتاج اعملها. انا فعلا محتاج اساعد الناس. انا فعلا ربنا يعلم انا بالنسبه لي الموضوع ده عامل لي احباط شويه، لان هنا يا جماعه بصراحه انت بدون شغل الحياه هنا بتبقى صعبه جدا جدا. يعني انت لو ما فيش شغل ليك وخصوصا لو انت متجوز موضوع مأساوي بشكل كبير. كندا كل الناس اللي بتشتغل هنا على فكره في الاخر تحسهم في الاخر زي بعض. يعني اللي بياخد مثلا 150 200 150 160 170 الف زي اللي بياخد مثلا 250 300 الف زي اللي بياخد مثلا 120 100 الف مثلا. كل ده في الاخر لما بتشوف التاكسز البراكتس بتاعتها بتلاقيهم كلهم مقربين من بعض. فهو هنا انت مش عايز فلوس عشان تبقى ثري، انت عايز فلوس عشان تعيش. فاهم قصدي؟ ف الشغل بالنسبه لي من الحاجات اللي انا كويستشن مارك. يعني انا النهارده مش هحل مشكله كندا بتاعت الشغل، انا بس بقول لكم المشاكل عشان ابقى واقعي بس معاكم مع المتابعين بتوعي. ايه المشاكل. فانا حتى ممكن اقفل الفيديو على هذا الموضوع واحاول اسمع من الناس اللي موجوده في كندا هنا. يا جماعه انتوا ايه المشاكل اللي انتوا بتقابلكم اكتر في الشغل؟ يعني انا مثلا كنت عامل فيديو من كام يوم على الريزمي مثلا. الريزمي ده من الحاجات اللي انا شايفها بشكل اساسي ما بتشغلكش لان ما حدش بيكلمك. وخلي بالكم انا مش بهزر والله، الرازمي ده من الحاجات المهمه جدا 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 جدا. ومش مجرد ان انت تقدم رازمي وخلاص، انت لازم الرازمي كل مره يكون كاستمايز للشغلانه. فكنت بتكلم فكان حد بس من التحاليل يعني اللي بيقول لي انت المشكله ان انت لو ما قدم باسم بول او مارتن ولا مش عارف ايه هتلاقي الناس شغلتك. مش عايز ابقى اكون من الناس دي. ممكن على فكره تكون دي حاجات سهله شويه، بس انت اما يلاقيك مارتن مثلا ويلاقيني بالوش الجميل اللي قدامه مارتن ايه بالعكس هتبقى كذاب. يعني انت فرضا ان انت حطيت اسم اي مثلا مايك مثلا عشان تروح ولقى مايك اهو يا مايك يا حاج مايك، فاهم؟ فمش هينفع. وانا ما بقتش يعني كنت مره عملت فيديو من حوالي اسبوعين او ثلاثه او شهر او حاجه، بس انا ما بقتش مقتنع حتى بالفكره دي. لا عادي، انت في ناس بتلاقي شغلانات. فكره العنصريه بالشكل المقنن هي في عنصريه طبعا في اي حته عندنا احنا حتى في مصر يعني او في اي دوله عربيه، بس بتكلم عنصريه ممنهجه من الدوله لا مفيش. فالشغل مره تانية عشان بس نبقى مركزين. التقديم ناس بتقدم كتير ما بتلاقيش شغل. محدش بيكلمهم بشكل كبير. الشغلانات اللي بيلاقوها ممكن تكون مش عايز اقول لكم بيلاقوا حتى مينيمم ويج. ما فيش حتى الناس اللي بكلمكم دول بيكلموا في شغلانات كبيره، فبالتالي ما فيش حاجه مش هيديك مينيمم ويج، انت مش في مجال تشتغل مينيمم ويج. فدي بس مشكله انا شايف ان احنا محتاجين نشتغل عليها. اكتبوا لي في الكومنتس الناس كانت بتقول لي غير اسمك مش عارف الشغل بالواسطه. الشغل بالواسطه بس على فكره الليميت معين. يعني انا مثلا الشركه اللي عندي بينزل لها كل يوم كده شغلانات كتير، بس انا ياما بعت لناس كتير من صحابي الريفيرال. هو الريفيرال ده مش الريفيرال ده جوه كل الشركات الكبيره بيبقى فيه نظام كده زي بلاتفورم خاص للناس الموظفين، تدخل عليه بتشوف لينكس معينه وتبعته لاصحابك وبتاخد فلوس عليهم لما اصحابك دول بيجوا. بس مش دي مش الفكره الفلوس، انما الفكره ان انت بتبقى ريفيرال. الناس كانت فاكره ان دي حاجه ايجابيه شويه للي بيقدم على الوظيفه، بس طلعت مش بتعمل حاجه يعني. بقول لكم قدمت ساعدت ناس كتير والله، بس ما برضو مش بشوف الناس اللي عملوا كليك بس ما فيش حاجه وصلت.
فدي مشكله ممكن محتاجين ان احنا تقولوا لي كده ايه الحاجات اللي انتوا شايفينها في الكومنتس، يا ريت ابقى شاكر ليكم يعني. مش حاسس ان الفيديو داخل في 10 دقايق، ممكن بعمل الجزء الثاني بتاعه على مثلا تربيه الولاد برضو، والتحليل بتاعي لتربيه الولاد والمشاكل اللي بتقابل الناس في تربيه الولاد، بس ده هيبقى في فيديو تاني. والحاجه الثالثه هتبقى مصاريف الحياه. اتمنى يكون الفيديو يعني كويس حتى الان، وسيبوا لي كومنتس يعني لو عجبكم الطريقه بتاعت ان انا اكلمكم على المشاكل دي، يعني يعني اكتبوا لي في الكومنتس. بس انا بس مش عايز اقول لكم الموضوع سوداوي ومأساوي ومش عارف ايه، لان بصراحه مش عايز اكذب عليكم. يعني انا مثلا لو عندي هنا مثلا صحاب 60 صاحب، انا مثلا في منهم 45 شغالين اوريدي وفي شغلانات كويسه، مش قصدي والله في فرح، وكلهم شغالين في حاجات كويسه وحاجات بوزيشنز كبيره وكل حاجه. ففي 15، هي نسبه، ما نسبه موجوده، 15 من 60 دول رقم برضو مش حاجه قليله. بس يعني مش عايز اسود الموضوع عشان الناس ما تتخضش اكتر وكتير. وطبعا زي ما قلت لكم ده ليه تداعيات والله كتيره جدا على حياه الراجل او الاسره بتاعته وحاجات زي كده. بس ممكن المره الجايه نكمل. على فكره أنا اصلا ممكن اكمل دي بس على حته لو انت بقى مش لاقي شغل، يعني لان انا دي برضو نقطه مهمه. لو انت مش لاقي شغل بقى في المجال بتاعك بروفيشنال، فانت عندك حاجتين: يا اما تدور على حاجات في مجال كاجوال جوبز، دي اللي هي في كندا اللي هي ايه مثلا باللي انا بشوفه، يعني ان انت تشتغل مثلا كاشير مثلا في محل، ان انت مثلا تشتغل ويتر في حته، ان انت تشتغل. وعلى الاسف برضه شغلانات كتير من الشغلانات دي مطلوبه ان انت يكون معاك شهاده وحاجات زي دي، بس على الاقل دي حاجات موجوده. انا بنصح انا بنصح لو انت عايز تشتغل شغلانه كاجوال، مش كاجوال، لو انت عايز تشتغل شغلانه ما هياش مش من الشغلانات دي، مع الاحترام لكل الناس، في انا شايف مثلا فكره اوبر مثلا، دي فكره ممتازه. اوبر السواقه بتاعت اوبر نفسها، مش بتاعت توصيل الطلبات. توصيل الطلبات موجود طبعا وناس كتير ممكن تشتغل، ولو معاك العربيه ممكن تشتغلها، ومرتبها اعتقد في الساعه في حدود مثلا، يعني رياليستيكلي مثلا من 18 ل 22 دولار مثلا في الساعه. فما هواش رقم يعني افريج بعد ما تبلند كل حاجه مع بعض. في ناس طبعا بتوصل مثلا معاهم 25 30 31 يعني، بس مش الطبيعي. بس مقابل ده مجهود ابن لذينه. اوبر هنا في كندا اللي انت اوبر ايت ده، ان انت بتروح للمحلات تاخد الاكل توصله للناس، فمجهود كبير وعربيه ومش عارف حاجات زي كده. في اللي انا بقول لكم عليه، اللي انا بحسه ان هو احسن شويه، اوبر الطبيعي بتاع توصيل الناس. ده انت بتبقى عندك عربيه طبعا بموديل حديث شويه وتوصل الناس، وده سعره مش بطال خالص. دي الحاجات اللي جت في بالي. في حاجات تانية ممكن اقول لكم عليها، بس انا عايز اقول لكم على حاجة تانية انا يمكن حاسس ان هي برضو حاجة كويسة. اتعلم حاجة جديدة، مش اتعلم حاجة جديدة عشان تروح تشتغل بيها موظف، ما انت ما اشتغلتش موظف في شهادتك اللي انت فيها، مش هتبقى احسن حاجة انت تتعلم حاجة جديدة، يعني ان انت تروح تشتغل من اول وجديد. لكن اشتغل حاجة مثلا في كندا مثلا امازون. هنا امازون من الحاجات المشهورة جدا، مش مشهورة، هي بقت رقم واحد في ان انت بتشتري حاجات اونلاين واغلب الناس بتستخدمها. فمثلا في حاجة اسمها امازون اف بي اي، فولفيلمنت باي امازون مثلا، او مثلا دروب شيبينج او حاجة كده. الحاجات دي لو دخلت اخدت كورسات على مثلا حاجات زي كورسيرا، او والله على اليوتيوب مليان كورسات بالهبل. ان انت دلوقتي انت بتدور على شغل بقالك اهو شهر شهرين سنه ولا حاجه ومش لاقي شغل، ادي نفسك بالظبط شهر كل يوم قاعد ساعتين ثلاثه بتتعلم البتاع ده بيتعمل ازاي. والله 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 بشوف ناس بالهبل. يعني بصراحه عشان ما اكدبش، والله دي حلفانات كتير قوي اوفر يعني. انت يعني زياده من اللي انا بشوفهم على النت، يعني ان هم بيعملوا الموضوع ده وبيكسبوا وبيعملوا. انت يا سيدي لو ما بقتش زيهم، بس هتبقى معاك ماديا هتبقى احسن. انت بتشتري منتجات مثلا من الصين او حاجات زي كده وبتحطها هنا في المخازن بتاعت امازون، عن طريق بقى سواء ان انت من المورد في الصين على طول يروح على المخزن بتاع امازون، بتعمل ليبلنج ومش عارف ايه ويروح على المخزن، او ان انت بتجيلك وبعدين بتروح انت بتوديها لمخازن امازون. مخازن امازون دي موجوده في كل كندا على فكره، فالموضوع سهل يعني مفيش مشكله. فدي برضو من الحاجات اللي انت ممكن تتعلمها، ابذل شوية مجهود والدنيا هتمشي بشكل او باخر. يعني دي بس كده مشاكلي على الشغل. حابب ان انا اعرف منكم بالظبط شايفين الموضوع عامل ازاي، وبالتوفيق للجميع. وما تنساش لو انت وصلت لغايه دلوقتي فانت من المخلصين يا صديقي اللي بتتفرج عليا. ما تنساش تعمل لنا كده، مش لايك اعمل لنا لايك او لاف، بس اعمل لنا شير للفيديو او اعمل لنا كومنت او ادعو اصحابك ان هم يتابعوا الصفحه بتاعتنا. اتمنى يكون فيديو مره تانية عجبكم، ونشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمه الله. كان معكم حكم من كندا.